وشباب تلا في الاسبوع الرابع، والتي انتهت بفوز المنصوره بهدفين مقابل لا شيء وتصدر نادي المنصوره جدول المجموعه. معنا الان الكابتن عبد اللطيف الدوماني المدير الفني لنادي المنصوره. برحب بك يا كابتن. النهارده مباراه كبيره قدام فريق تلا تصدر المجموعه، عايزين نعرف استعدتوا للمباراه ازاي وحضرت لعيبتك ازاي للمباراه؟ طبعا الحمد لله، بشكرك طبعا وبقول مبروك لمنظومه نادي المنصوره، طبعا مجلس اداره وجمهور وجهاز ولاعيبه. الحمد لله ادينا مباراه جيده جدا خلال 90 دقيقه. مباراه كانت ما فيش فريق سهل، ما فيش ماتش سهل. الدوري قصير، فبالتالي كل الفرق بتلعب بكل طاقتها بكل مجهودها بتضاعف مجهودها، كله بيقاتل على البونت. الحمد لله احنا ماشيين بخطه ثابته. يمكن قابلنا سوء حظ في مباراه بيونيرز وحضرتك اشدت بالاداء وبالسيطره والاستحواذ والفرص الضيعه. النهارده الحمد لله توفيق ربنا، النهارده قدر الاستحواذ والسيطره والضغط يسفروا عن هجمات، ونسمى بقى طبعا فرص، والفرص جه منها اهداف. بقول الحمد لله، يعني لسه بدري برضو، مش عايز اقول ان احنا ده وضع المنصوره الطبيعي ان هو يبقى اول، واحنا هدفنا كبير جدا وعندنا طموح وعندنا دوافع، لكن الدوري لسه طويل. مش عايزين نفرح لما بنكسب او لا قدر الله يبقى فيه خساره او تعادل اللي يبقى فيه زعل. احنا ماشيين مش بالقطعه، احنا ماشيين بدوري طويل، وصاحب النفس الطويل هو ان شاء الله يكون له تاشيره الصعود باذن الله. المباراه اللي جايه مباراه صعبه قدام فريق كفر الشيخ طبعا من بني عبيد، من الفرق طبعا الفرق قويه. عايزين نعرف من حضرتك هتحضروا المباراه دي ازاي، خصوصا انها تكون خارج الارض، وعايزين نعرف برضو التسلسل والتصاعد في المستويات مع اللعيبه. طبعا اول مباراه كان الانسجام مش اعلى حاجه، عايزين نعرف بتحضروا ازاي للعيبه والمباراه اللي جايه، خصوصا انها مباراه خارج الضياف. هو الحمد لله انا بعض اللعيبه النهارده شاركوا، ما كانوش بيشاركوا المباراه اللي فاتت وظهروا بصوره جيده. هو احنا عاملين عمليه تطوير، لكن مصلحتنا اللي يبقى فيه انسجام وفي تاقلم لمجموعه من اللاعبين، دي المفروض اللي هي مش عايز اقول اساسي واحتياط، عايز اقول واحد واثنين. واحد فبالتالي يمكن ان شاء الله اللي جاي هنركز فيه بشكل اقوى. اللعيبه زي ما حضرتك اشرت احنا معاهم، وعندنا 30 لعيب كله بياخد فرصته وكله عنده استعداد يلعب في اي وقت. ما عندناش ازمه مع حد خالص، اللي بيجتهد واللي بيشتغل في الملعب هو اللي بيحجز مكانه في الملعب. كابتن عبد الله بنشكرك ان شاء الله بالتوفيق اللي جاي. شكرا حبيبي.